إذا ما عادت الأمور مرة أخرى سيرتها ورجع الناس يحاكموا قدام القضاء العسكري المدنيين. احنا كنا زعلانين على الإخوان المسلمين وعلى الجهاد وعلى الجماعة الإسلامية وعلى الإرهابيين وعلى أنه بيتحاكموا قدام القضاء العسكري، جايب ناس عاديين تحاكمهم قدام القضاء العسكري ومقدم رموز العهد السابق للقضاء المدني. والقانون الوحيد اللي اتنحررت وعدلته هو قانون ان اللي يعمل مظاهرة هنوديه في 60 داهية. يقول لك صحيح مش هنطبقه، وعملت قانون. وشوف يا اخي عشان تعرف الترويض بيروضوا شعب. اذا نمنا سنستنعج، اذا نمنا هنضيع. يروح هو مطلع لك قانون ما حدش يطلع حزب الا اذا كان يملك مبلغ يساوي مثلا مليون او 3/4 مليون عشان التصديقات والاعلانات والحاجات اللي زي كده. غاضب الناس. يغير القانون؟ لا، يقول لك انا هدفع بالنيابه عنك ولا يهمك يا سيدي، تحت امرك. يوم تفضل القاعده زي ما هي، ما تقدرش تعمل حاجه، وهو يمن عليك بالدفع، وبعد شويه يوقفها يرجع يقفل الباب مره ثانيه. هؤلاء ذئاب وثعالب. هؤلاء الذين لم يعدلوا قانون الصحافه عشان يطلع صحف إلا بقانون حسني مبارك، ولا قانون الجمعيات إلا بقانون حسني مبارك، ولا عدلوا شيئا فيه مصلحة الناس. ومع ذلك كل اللي عدلوه انهم يعرف يمسك، وعلى قد بقى ما انت تقيل لسه وبتخرج للميادين ومصمم ومش راضي انه يرتد، يفضل ماشي معاك، لكن ساعتها هو بيشد حيله. نحن لا نعرف لهم إلا ما قدموه هم بأنفسهم، اللي هم عملوه. نحن لا نعترف لهم بهذا. وما يقوليش انحزنا ولا ما انحزناش، لقد كان الأمر يومئذ ليس هناك بديل آخر. اللي عايز يقول إنه هو ده كان في إيديه معناه إنه كان عنده بديلين. الداعية الإسلامي الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة جمهورية مصر العربية. أهلا بكم مرة أخرى إلى هذا اللقاء الخاص معه. كلمات قوية يعني في أقل وصف. كلمات تحمل تاريخ مصر الحديث بالكامل. تاريخ مصر الحديث أن الذي قام بالثورة الأولى عمر مكرم نفي وسجن واضطهد وذبح المماليك، ومش مش حسني مبارك بيورث الحكم لجمال مبارك، لا ده اللي ملكوه الحكم قعد يورث هو وولاده الحكم 150 سنة. الثورة الثانية طلع أحمد عرابي يقول وإنا والذي لا إله إلا هو لن نورث بعد اليوم ولكن ورثنا بعد اليوم. 70 سنة في الملكية ثم 60 سنة في الجمهورية. وفي ثورة 19 المجيدة اللي طلعوا وعملوا كل حاجة انتهت إلى استمرار الاحتلال 34 سنة مفاوضة بعدها. وثورة 52 بدل ما احنا المرة دي بنقول ارفع راسك فوق انت مصري، كان بيقول له ارفع رأسك يا أخي فقد مضى عهد الاستعباد. لم يمضي عهد الاستعباد والناس بين قتيل وسجين عشرات السنين. تاريخ مصر الحديث بيقول إنه الشعب ما ينفعش يجامل في مصير، ما ينفعش أقول كلام مجاملة، عيب، عار بقى عليا. زين العابدين بن علي طلعوه يوم 14 يناير، بعدها بأسبوعين كانوا بيضربوا الناس مرة تانية واحتاجوا الناس يقدموا في تونس شهداء من جديد وجرحى من جديد عشان يشيلوا محمد الغنوشي. هفضل كل واحد يمسك الحكم يتحول إلى طاغية أقدم له شهداء وجرحى، وبعدين احتاج اقدم مره تانية عشان اشيل من حاكم لحاكم. ايه اللي بدي حضرتك الاحساس انه الخطوات الواضحه بقى. انا مش عايز كلام. انا شعب مصر، انا اريد خطوات محدده. ولذلك انا بقول ان الشخص اللي بيجي النهارده ويقول سيبوا الحكم ده يستمر سنه ولا سنتين، ده يسلمنا الى اخطر المخاطر، وكأن التاريخ المصري غير مقروء كله. ايه ده؟ في حد يقول كده؟ انا هقول لحضرتك تصريح رائع لهذا البرنامج الكريم. تفضل. أنا صدقني أريد كشعب مصر يعني إني أكرم المجلس العسكري ده تكريم لم يشهد له الزمان مثيلا.
وأنا أتمنى إنه يوم ما يصدق ويسلم للناس إن شاء الله، وسيحدث هذا بإذن الله، إن يقيم له احتفالات في شوارع مصر كلها، من اسكندرية لأسوان ومن سيناء إلى مرسى مطروح. جميل جدا. بالكامل. استاذن حضرتك وأخلي أعضاء المجلس العسكري رموز وطنية بالواحد، كل واحد منهم أسميه رمز وطني، وأخلي شعب مصر يضرب لهم تعظيم سلام في مقابل تعظيم السلام اللي أحد أعضاء المجلس العسكري ضربه لأرواح الشهداء. عايز أصنع تكريم لا مثيل له، وهلتمس منهم في تأدب بالغ أقول لهم إنه اسمحوا لنا نجعل العيد القومي للقوات المسلحة أو اليوم القومي للقوات المسلحة هو يوم ما أدت دورها وسلمت السلطة للشعب. أنا أحب الجيش لأنه قرايبي وأحبابي وأصهاري وجيراني والناس، لكن أنا مش عشان بحب أبو بكر الصديق مش هأمره وانهاه. قال إذا وجدتموني على خطأ فقوموني. مش علشان بحب عمر بن الخطاب وأقدسه مش هيقول له لا سمع لك ولا طاعة لحد ما تقول لنا أنت جبت الجلابية دي منين. الإسلام يعلمني كده، إن الشخص علشان أأيده أو أقف ضده فين خطوته الفعلية. أنا شايف إن اللي حاصل ده اللي أنا قلته ده، والحقيقة أنا أول مرة بسمعه، أنا اللي قلته بس أنا أول ما سمعتوش، أنا أول مرة بسمعه طبعا، بس كلام هايل والله، يعني أول مرة بسمعه. أنا قلته، وإنما هذا الكلام فعلا يعني حسبهم مني إني أعاملهم كما أعامل أبا بكر وعمر، إنه الاستقامة أنا عايز كلام، إنما ده صحيح فعلا. القانون الوحيد اللي تعدل فعلا هو القانون اللي يهدد أي شخص. الكلام اللي حضرتك قلته أنا رجل قانوني يا أستاذ يوسف. أنا عارف يعني أنا رجل أنا بشتغل بقالي عشرات السنين في القانون ليل ونهار، دستوريا ومدنيا وجنائيا. أنا وقفت قدام المحاكم العسكرية وترافعت قدام المحاكم المدنية وترافعت. أنا ترافعت في قضايا سياسية وفي قضايا تجارية ومدنية. فلما أشوف نوعيات القوانين اللي بتعدل، ما تقول أي كلام، مش عايز أسمع كلام. أنا شايف فعل نص قانوني تعدل. أنا عارف المثل اللي كنت بضربه حضرتك بتاع قانون الإحزاب ده، إنه مشترط إن أمتلك 1,000,000 جنيه عشان أعمل حزب أو 3/4 مليون. لما الناس غضبت، ليه ما يعدلش القاعدة نفسها وتبقى سهلة؟ ليه يخلي القاعدة هي بيقول لي بس هدفع لك أنا عشان أفضل أنا كتر خيرك؟ والله لا، مش كتر خيرك، دي حقوق بلد وطن، ما فيهاش كتر خيرك، فيها حقوق. اسمح للناس يعملوا جمعيات ويعملوا أحزاب ويعملوا اتجاه ويطلعوا صحف، وخلي الأحزاب المجمدة تشتغل. حزب العمل لسه مجمد والكرامة غير مسموح له. دون أن نصادر أيضا على أولياء الأمور منا مسألة أن ينبغي أن يكون هناك تنظيم من نوع أو آخر. ما هو القانون تنظيم اللي أنا بطالب بيه صدور قانون. طيب جميل.